جبت لكم الموديل اللي راه داير حاله في الفيسبوك، وكمل البنات هابلين عليه ويحاولوا يخيطوه ولا حتى يشروه. جبته لكم بطريقه مبسطه صراحه. موديل في القمه، موديل باهي بزاف خاصه للمحجبه حبوباتي. نحتاجو 3 مترات حتى 3 مترات ونص تاع قماش تاع البراده كيما تقدروا تخدموه بالكراب. ولكن حبيباتي قبل ما نبداو في لا فيديو حبيت نفكركم بالخدمه اللي راني فيها ولا الخدمه اللي باديه فيها في شركه وطنيه. بزاف كانوا نشروا منتوجات. لا حبيباتي ما راح تشروا حتى حاجه منتجات ولا سلعه ومن بعد تبيعوها. هذه شركه تاع دروس خصوصيه نيو فيزيو، نورمالمون راكم سمعتوا بها. دروس خصوصيه عندكم منصات تشروها بالعام. يعني بما انه بمناسبه رمضان نقول لكم رمضان مبارك، وهذه الشركه راها دارت لكم بروموسيون يهبل. كي عاد رمضان تشري منصه باغ اكزومبل رابعه ابتدائي راح تمد لك كادو معاها منصه تاع الخامسه ابتدائي، يعني عام كومبليت تخلصي على عام بمبلغ رمزي. وزيد حبوباتي تمد لكم الرابعه ابتدائي ووحده خامسه ابتدائي جراتوي، يعني يا سلام. وزيد حبيباتي صدقوني فيها خدمه، ما نقول لكمش راح هكا تربعوا يديكم ويجيكم الدراهم، لا فيها خدمات بارطاجي تبيعي منصات واللي مندوبه مبيعات، ولكن مكسب كبير ومكسب راح يعني يغير لك حياتك للافضل خياتي. وداروا ثاني مسابقة قدرت تكسبي حتى 100 مليون ولا 50 مليون وحتى 20 مليون للوحدة. بيسو تجمعي مستوى تاع النقاط فقط. أي البلاد ما لا ما تراطوش ادخلوا للجروب راح نخليه لكم في صندوق الوصف تشوفوا ثم الطريقة تاع الخدمة وبداو فيها. هذه فرصة لكم باش تبدلوا حياتكم، يعني فرصة لن تعوض. دروس خصوصية نستفادوا ولا يستفادوا ولادنا ومنها احنا ثاني نستفادوا ونكسبوا تولي عندنا شهريه اسبوعيه. ما طراتوش حبيباتي؟ طبقت هذاك العرض اللي يجي مع الكتان هكا. اول حاجه راح نفصلوا مع بعض السروال هذاك، نخلو هنايا 8 سنتيمتر البنات ما نقيسوهاش. علاه ما نقيسوهاش؟ هذيك 8 سنتيمتر راح نخدموا منها لاستيك، يعني راح ندخلوا فيها لاستيك. نديروا منها الطول. هذا السروال يعني يلبس كامل تقريبا لي طاي. اذا كنت سمينه بزاف ما عليك غير زيدي في المقاييس. هنا نهبط قريب 33 سنتيم. هنايا راح ندير الدوره تاع الصدر 27 سنتيم 28 سنتيم. شوفوا البنات هاد القياسات تلبس اس ال ام حتى اكس ال تلبسهم. هنايا راح ندير تقريبا 29 30 سنتيم. ندير هنا 30 سنتيمتر ومن بعد نوصل بين هذا النقطه وهذا النقطه. هايوه الان نقسم هذاك الخط لثلاثه قطع. ومن بعد من هذيك النقطة تاع 30 سنتيم هايوا نخرج ب8 سنتيمتر. نخرج ب8 سنتيم وندير هذا القوس للجزء الأخير فقط. بالنسبة للطول الكلي كامل راح نديرو تقريبا هو 94 سنتيم. بيان سور راح نزيد حق الخياطة يعني يكون فيه زيادة خير. راح نديرو تقريبا متر ديريكت. ومن بعد مع الكفة وكل شيء كي نكمل السروال نديرو لاستيك ونخيطو راح نشوف الطول شحال ونقص. بالنسبة للطول التحت خلاص راح ندير 33 سنتيم، يعني يجي السروال عريض. المعصم هذاك راح ندير 33 سنتيم يجيني عريض بزاف، فهمتوني؟ ونوصل بين هذه النقطة والنقطة الأخرى. نوصل هذه النقطة اللي فيها هذاك الدائرة والنقطة لتحت خلاص نوصلهم فيما بيناتهم. هكذا نتحصلوا على هذا السروال. نقصوه باش نمروا للمرحلة الأخرى. هذا هو. بعدها كي قصيناه راح يعني نديروا الامام والوراء هكا. الامام راح ندخل ب3 سنتيمتر البنات من جهه تاع المقعد، يعني من جهه هذاك القوس حندخل ب3 سنتيم. وايضا من جهه تاع الفوق خلاص راح نهبط ب2 سنتيم، يعني يجي شويه هابط. هنا ندخل ب3. ندير هذا القوس اللي راكم تشوفوا فيه هكا بهذا الشكل. ومن بعد الفوق ثاني راح نهبط ب2، يعني نعين المنتصف ونهبط ب2. ومن بعد زدت القماش مطبق ثاني على 4 باش نفصل الجهه العلويه. هذيك اللي شفتوها تجي محلوله على مستوى تاع الصدر ولا على مستوى تاع الامام تجي عندها حله. دوك نقول لكم كيفاش ديروا الحله وشحال الحسابات وشحال. نديروا هنايا عرض الكتف وراح ندي تقريبا 18 سنتيمتر عرض الكتف. ومن بعد الرقبه راح ندي 7 سنتيمتر. ميان الكتف راح ندي 2 سنتيمتر. ومن بعد الطول تاع الصدر البنات هنايا الطول تاع الصدر هو 23 سنتيم، لكن كما انه الموديل عريض راح نزيد 3 سنتيم. فهمتوني؟ الموديل يجي عريض راح نزيد 3 سنتيم، يعني شحال درت كامل؟ درت 26 سنتيم زدت 3 سنتيم. هنا راح ندير 40 سنتيم طول تاع الخصر الى الكتف.
اشحال درت هنايا دورة تاع الخصر ولا دورة تاع الصدر تقسيم 4 تعطي لنا تقريبا 24 هكاك 24، لكن انا درت 28 سنتيمتر. زدت 4 سنتيمتر، منها واحد يروح مع الخياطة ويبقوا 3 زيادة باش توسع، يعني تقريبا زدت 6 سنتيم يعني من كلتا الجهتين. زدت 4 سنتيم يعني زيادة، درت 27. وهنا على مستوى تاع الخصر ما حاش ندير خصر، غير الصدر نقص منه واحد ضمن لافورم تاع يعني تاع هذيك اللارج برك، فهمتوني؟ هنا ندي 27، يعني ديتو الصدر 30 ديرو هنايا 29، ديتو الصدر 34 ديرو هنايا 33، المهم نقصوا 1 سنتيم. بهذه الطريقه نزيد ندير هذا الميلان. بالنسبه للطول الكلي كامل درتو 86 سنتيمتر. تقدروا ديروه اقل، يعني شفتوا في لافوتو كيفاش يجي مع طويله يجيكم هكاك. اذا كنتوا قصار نقصوا منه شويه، المهم قيسوا الطول اللي راكم حابينه. تقدروا ديروه حتى للركبه، تقدروا ديروه تحت الركبه، تقدروا ديروه يعني طويل كامل، يعني قادرين ديروا ستيل روب كامل طويل خلاص. تقدروا ثاني تكوبيوه. ندير اللارج تاعي هكا ونقص الموديل، ولا قبل ما نقص الموديل نروحوا للرقبه. الرقبه تاع الوراء راح على 4 سنتيمتر هكا البنات. اما الرقبه تاع الامام شوفوا كيفاش ندير هنا حتى ل 35 سنتيمتر، ندير هذا الفي حتى ل 35 سنتيمتر، يعني كاين واحد الشريط راح نلصقو على الامام كما شفتوا. دوك نقول لكم كيفاش. وهذيك العفسه تاع الشريط الثاني كاين بزاف اللي خيطوه يجيهم مكماش يجيهم، دوك نقول لكم لازم يكون عندكم اتجاه نفس اتجاه القماش. هنا بعد ما قصيت البنات انا زدت راني وسعت شويه على الاخر. ومن بعد راح نقص الامام، يعني الامام راح ندير له حله بهذه الطريقه. حليته. كاين صاله واحده اخرى غرار، لكن تعمدت اني ندير لكم هذه الفصاله باش كامل المبتدئات تجيهم سهله. نتحصلوا على هذا الجزئين تاع الامام، والجزء تاع الخلف بيان سور راح يكون مبلع. هذه هي هنا تخيط البونده هذيك. هنا بالنسبه واسمو ليماج راح نفصل قبل ذلك ليماج. شوفوا راني نعلم دائما علامات اكس باش نشوف الوراء واش وراه، باش هكا في الخياطه ما يعني ديريكت نخيط. هنا راح ندير طول تاع الصدر ولا طول تاع الكتف ولا طول دوره تاع الباط اللي هي 26 سنتيمتر على 2، وهذيك القطعتين نقسمهم على 2 ايضا، نخرج بواحد ندخل بواحد كما عودناكم. بالنسبه للطول الكلي راح نديرو 59 سنتيم. كاينه ثاني واحد العفسه ولا واحد الرباطه ولا واحد البوندا تاني راح نزيدوها لتحت خلاص، فهمتوني؟ راح نزيدوها لتحت. ايبو هذا الماش قادره نقص منهم يعني بالخياطه وكل شيء، راح نقص هذيك اللي راح نزيدها على ليماش. بعدها بالنسبه للدوره تاع المعصم هنا خدمتها 30 سنتيمتر هكا البنات، 30 سنتيمتر لانه راح يجيني شويه عريض كامل. عاد درت 30 31 سنتي باش يجي المانش عريض كما شفتوه كما الموديل. يعني نقص لي مانش تاعنا بطريقه سهله جدا كما قلت لكم. هنا ندخلوا بواحد ونخرجوا ايضا بواحد سنتيم في الدوره تاع الباط هنا. ومن بعد راح نقص هذا لي مانش خياتي، نقصهم هنا، يعني نقص هذاك المنحنى، ما نقصش هذاك الخط المستقيم، لا نقص هذا المنحنى. بعدها نكون كملت فصلت لي ماش. واش بقالي هذاك الشريط اللي راح يكون على الفوق، وبقالي ايضا هذوك الشرائط اللي راح يكونوا لي ماش. نفصل اول حاجه الشرائط اللي راح يكونوا لي ماش، راح ندير لهم 13 سنتيم 13 سنتيم هكا. الشريط راح يطبق على زوج. دوك شوفوا في آلة الخياطه. اما الطول راح يكون نفسه، يعني نفس الطول اللي خديته 31 30 هذاك هو اللي راح يبقى. نقص هذه الاشرطه ولا هذوما اللي راح نزيدهم الليماج، ومن بعد نوريكم تاني فينيسيون مليحه بزاف البنات باش تخدموا حاجه مليحه، خاصه اللي ما عندهم السورجي. بعدها بقى لي هذوك الشرائط. شوفوا البنات كيما تفصلوا هذاك الجزء العلوي تبعوا نفس الاتجاه، فهمتوني؟ نفس الاتجاه، فصلتوا للتحت تتبعوا القماش للتحت باش ما يجيكمش اعوجاج وما يجيكمش الاخر. هنا راح ندير لهم 17 سنتيمتر 17 سنتيم 17 سنتيم للشريط. نديرهم بيان سور طوال على العرض لانه راح ندور على الرقبه ايضا، ونقصهم ونتلاقوا على آلة الخياطه.
هنا حبيباتي على هاد الخياطه واش خدمت هنا لقيت لك حندير الان حنجيب هذاك الشريط خيطو يعني زوج شريطه جملتهم مع بعض، راح نديرهم هكايا على اثنين ونبدا نخيط يعني على اثنين هنا ونبدا نخيط هنايا ندير نخيط هكا حمل كامل هذه العفسه يعني نخيط حتى نكمل كامل العفسه هنا. تقدري ديري السورجي بالنسبه لي عندهم السورجي، اللي ما عندهمش السورجي دوك نوريكم العفسه كيفاش تخدموا. انا نخيط كامل هكا حتى لتحت خلاص، ومن بعد نعاود نروح نخيط الجهه المواليه ولا الجهه المقابله كامل حتى لتحت خلاص. بهذه الطريقه نروحوا لها غير بالعقل، وما تنساوش عين يعني وين راه نهايه وبدايه ولا خلف القماش ووجه القماش هكا باش ما راحش تخربوا في الالوان، لانه هذا اللون صعيب باش تفرقوا بين الامام والوراء. نتحصلوا على هذا الشكل البنات. نكمل هذه الجوايه نكملها حتى لتحت خلاص. بيان سور حنلقى هذا الشريط طويل كي نوصل لتحت خلاص نقصه، يعني نوصل على حساب هذاك التريكو اللي خدمته راح نقص هذيك الزياده خير من النقصان. بعد ما نكملها خياتي كي نكمل نخيط الجهه الاخرى راح نتحصلوا على هذا الشكل. حبيتوا تطبقوا القماش طبقوه، يعني حبيتوا تطبقوا هكا القماش وبعد تخيطوا. حبيتوا ديروا لو بيي بهذه الطريقه باش تجي خدمه فينيه، خاصه بما انه الموديل راه محلول يعني اكيد راح يبان لكم الموديل. هنا حبيتوا تخدموا هكا لو بيي هنايا لداخل تخدموا تخيطوا هكايا كامل لو بيي تاعكم حتى تكملوا يعني كامل وين خيطنا الشريط. بعدها كي نخيط هذاك لو بيي راح نضرب الخياطه على الشريط من وجه القماش، فهمتوني؟ من وجه القماش راح نضرب له خياطه. نكمل هذا لو بيي كامل. ركبت لي مانش. التركيب تاع لي مانش بيان سور اللي راهم متابعين فيديوهاتنا على بالهم كيفاش نركبوها، اللي شافوا لاشين اول خطره ما عليهم غير يولوا الفيديوهات اللي حطيتهم راح تشوفوا لي مانش بطريقه سهله كيفاش نركبوهم. هنايا راني نخيط على القفه تاع القماش على الخلف تاع القماش بهذه الطريقه، خيط القطعه ومن بعد نقلبها للوجه تاع القماش وندير هاد العفسه اللي راكم تشوفوا فيها. هذه هي العفسه اللي راح نديرها. نطبق القماش شويه للداخل ونروح لبرا باش نخدم حاجه مفينيه وحاجه مليحه وما يبانش هذوك التبربيج تاع الخيوط في ليماش. بهذه الطريقه نزيد نخيطها هكا. بعدها راح نلاقي ليماش، يعني ليماش يجونا عراض كما شفتوا في الموديل. راح نلاقي لي مانشي تاوعي حتى لتحت خلاص، ومن بعد نروح نتاكد من الطول اذا حبيتي قصير ولا طويل ولا المهم الزياده. دائما نقول لكم انا الطول كامل نزيد عليه بزاف باش يعني ما نتقلق ما والو. بعدها نتاكد من الطول ونضرب له حديده الله الله باش يكون واقف. من بعد البنات راح نكفها من تحت خلاص وتشوفوا الموديل جاهز. بالنسبه للخياطه تاع السروال نخليها لكم في صندوق الوصف، يعني الفيديو ديجا راه طويل بزاف. الخياطه السروال نخليها لكم في صندوق الوصف. وهذا هو الموديل تاعنا لنهار اليوم. بزاف مليح للمحجبات، يعني يجي مستور يجي فضفاض سروال فضفاض والستيل يعني خاصه اللي راهم يقروا في الجامعه اللي راهم يقروا في الليسي بزاف هايل. شوفوا الطريقه كيفاش يعني يجي رائع جدا. السروال يجي هكا فضفاض وحتى هذاك التريكو الكومينو يجي تاني فضفاض. تقدروا ديروا له حزامه تقدروا ديروا له غير بروش، يعني تقدروا تخلوه كيما راه يجي ثاني مليح. وهذا هو الشكل النهائي تاع الموديل تاعنا. اللي عجبها الشكل ما عليها غير تعبز لي على هذاك الجاب وتخلي لي كومنتير شباب كيما هي. حبيباتي مع السلامه، انتظرونا في فيديوهات قادمه باذن الله. حطوا لي جام بالك تنسوا.